السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير وسعادة وهنا. اتأخرت عليكم سيكا كده شوية، بس انا النهاردة بكلمكم من بيتي. خلاص ربنا كرمني واتجوزت والحمد لله رب العالمين. اتجوزت مش اتدبست، عشان بس معظم الناس تقولك انت خلاص اتدبست يا عم ونسيتنا وخلاص. لا والله ابدا، انا منسيتش حد. وانا النهاردة هو من بيتي بكلمكم. انا عايز اعرف بس يا جماعه، انتوا مستنيين ايه؟ الناس اللي هي عايزه مقبله على زراعه الشعر الطبيعي، انتوا مستنيين ايه بقى؟ يعني احنا جبنا لكم تيم كويس، وجبنا لكم نتائج كويسه. مستنيين ايه؟ يلا يا عم انت وهو يا عم، يلا بقى عشان نلحق ناخد نتائج كويسه، والاسعار عماله تزيد والكلام ده كله. عايزين ننجز في الموضوع، وكل واحد مقبل على الزراعه يخلص نفسه بقى، عشان خاطر نبقى مبسوطين كده ونعمل استشوار واظن كلكم شفتوا الفيديوهات بتاعت الفرح. وايه رأيكم؟ قولوا لي رأيكم كده في الكومنتات والدنيا ديت. وعايز اطمنكم انا كويس، مش معنى ان انا بغيب عليكم يبقى في حاجة. محدش يقلق من اي حاجة يا جماعة، الدنيا تمام وانتوا شايفين اهو. الدنيا الحمد لله رب العالمين تمام. اتجوزنا شباب، اي حاجة الدنيا تمام جدا، مفيش اي حاجة. كان في ناس بتسألني بتقول لي ايه رأيك في الخلايا الجذعية؟ طبعا انا معرفش غير زراعة الشعر الطبيعي، هي دي اللي بتجيب نتائج. اي حاجة الصناعي والخلايا الجذعية، المينوكسيديل اللي هي النور هير لاين دوت اللي بيقولوا عليه، الكلام دي كلها منتجات وهمية. وزي ما قلنا في فيديوهات قبل كده، احنا منعرفش غير زراعة الشعر الطبيعي، هي دي بس اللي بتجيب نتائج طبيعية ونتائج حلوة ونتائج أمورة، ونتائج بتعمل استشوار، ونتائج بتعمل مكوى، نتائج بتروح لحلاق تقص تحلق أقرع تحلق أي حاجة. دي هي الوحيدة اللي احنا نعرفها، وهي دي الوحيدة ان احنا بنجيب منها نتائج كويسة ونبقى مبسوطين وزي الفل تمام. انا مش عايز حد ياخد يفضل يدور على المراكز وناس مشاهير وناس تعمل الزراعة عشان هم اسمهم لامع وناس مشهورين. لا لا، الكلام ده والله العظيم ما صح خالص. مش شرط يكون واحد مشهور يعمل العملية، ممكن يكون واحد لسه مبتدئ مركز بسيط يطلعك بسم الله ما شاء الله، والدنيا تبقى عندك جميلة وترجع ثقتك في نفسك تترد تاني. لأن عارف إن الموضوع ده أصلا بيبقى مقرف جدا للشباب اللي زينا، إن إحنا لسه برضو سننا صغير وعايزين نفرح بنفسنا، نقف قدام المراية نعمل نسرح نعمل أي حاجة نحلق. الكلام ده كله بيفرق معانا، وانا مش عايزك تقلق من اي حاجة ان شاء الله. والحاجات دي كلها طبعا النتائج ديت في وش انا. الناس اللي عملت العمليات الاسبوع اللي فات والاسبوع دوت، معلش انا ما كنتش معاكم. انتوا عارفين الظروف وعارفين قبل كده كنت بجهز والدنيا ديت، واظن انتوا شايفين كل حاجة عندكم يعني متوثقة على اليوتيوب، وكنت بطلع اتكلم فيها. في ناس قالت لي انت اتأخرت جامد علينا والكلام ده كله، فانا غصب عني والله العظيم. ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله هبدأ اعمل لكم فيديوهات ان شاء الله بإذن الله، ونبدأ نتكلم تاني مع بعض واللي عنده سؤال يقوله. وما تزعلوش مني على التأخير ده، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وشكرا لكل الناس اللي كلمتني وباركت لي على الفرح. ويا رب يكون الفيديوهات عجبتكم. وانا بسيب لكم رقم هنا على الواتساب، اللي عايز يسأل في اي حاجة يسأل، وانا معاكم وانا اخوكم الصغير او الكبير تمام. بس انا عايز اقدم نصيحة بسيطة كده، والنبي يا جماعة محدش يروح يعمل عمليات مع ناس مع ناس ما يعرفهاش، وياخد نتائج مش حلوة، ويجي بعد كده يقول لي انا نتيجتي مش عجباني فعايز حل. واحنا والله ما بنعرفش نحل غير بجلسات البلازما الBRB، ولا بنعرف نعمل لك اعادة زرع، ولا بنعرف نعمل لك عملية جديدة، ولا بنعرف نعمل اي حاجة غير ان احنا بنحقن لك على المركز اللي عمل لك الزراعة، ويمكن تعمل نتائج. لكن احنا معانا ان شاء الله باذن واحد احد باذن الله تكون النتائج كويسه باذن الله، ونعرف نديك نتيجه حلوه، ونديك نتيجه تبقى مبسوط بيها. خاطب بقى متجوز قدام الناس، ونرجع لك ثقتك بنفسك في نفسك، ونرجعك احمد عز في شبابك. ماشي، يلا ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده. كل سنه وحضراتكم طيبين، مع السلامه.